السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا عم الشيخ. قولي يا عم الشيخه. انا متجوزه بقالي 24 سنه. ايوه، ودلوقتي غضبانه عند والدتي. اغضبي كمان شويه، اغضبي، خلي ربنا يغضب عليكي. اولا ما فيش في الاسلام حد يغضب عند ابوه او عند امه. مبدأ الغضب ده عندنا مش موجود وله الشرعي ابدا. كل حاجه تيجي في البيت، كل صلح يجي في البيت، كل غضب يجي في البيت. مش عند امه ولا عند امها، يعني يبقوا زعلانين مع بعض على السرير، يمكن واحد يخبط التاني كوع او يقول للتاني بس بالراحه عليه نهار اسود، او يقول للتاني نكته، او حاجه كده تحصل كده، حتى لما تتطلق تفضل في البيت لغايه لما تخلص العده. انا ما اعرفش بتفروا عند ابوكم وامكم تهببوا ايه. 24 سنه جواز وراح هتغضب النونه راح هتغضب. غضبت ليه يا عم الشيخ؟ مش الله اله الا الله. قولي غضبت ليه بعد 24 سنه جواز؟ على فكره الناس بتتحايل عليه عشان يوديني وهو اللي مش راضي. هو مش عايزك. بقاله 24 سنه معايا 3 بنات. ايه اللي خلاك كده؟ ايه اللي خلاك؟ بس استني يا ام ايه، هو قال لك روحي عند امك ولا انت اللي رحتي يا ام ايه؟ هو اللي كرشني. هو اللي كرشك بالظبط كده. كرشك ليه يا ام ايه؟ من كتر مشاكله وبيشتمني شتيمه يعني وحشه. انا بعت له ورث واديته له. انت بعتي ورثك وخلص الورث بتاعك صرفه في حاجات وحشه. ايوه حاجات وحشه وصرفه كله يا ام ايه. بعد ما وقف على رجله كرشني. بالظبط كده. انا متجوزه بقالي دلوقتي سنه ونص. سنه ونص يا فندم. عايزه نقول لك يعني انا بنرقص له يوم ويوم. حضرتك سنه ونص بترقصي له يوم ويوم؟ والله العظيم. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. تعمل ايه؟ طبعا يوم او يوم لا. طبعا مش لازم تهرب من كل ضغوط الحياه والمشاكل كده بسهره حلوه اخر الليل. وحضرتك بتبقي مجهزه المزيكا بتاعتك وكل حاجه؟ والله. انا